على عيونكم وساق الجمال، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة ولذيذة جدا. مين فينا ما بيفكرش في فطار سهل وسريع ولذيذ؟ حاجة كده أولادنا تفضل رايحة جاية عليها وطعمها حلو ومغذي جدا. النهاردة هنعمل مع بعض قشطة الأفران. مكوناتها سهلة وبسيطة وطرية وجميلة جدا، من غير لبن من غير زيت، حاجة كده سهلة ولذيذة حتى من غير بيض. شايفين الجمال والطعامة طرية وهشة، وتقدري تاكليها حاف، تقدري تغمسي بيها، خطيرة. تقدري كمان جنب كوباية شاي، يبقى فطار خفيف كده وسهل وسريع، مفيش أبسط من كده. شايفين الطعم والجمال، لونها ذهبي ولذيذة ومش مكلفة خالص. وعايزة أقولك من نص كيلو من دي هتعملي كمية كبيرة. جربي في نص كيلو من دي وأنا متأكدة إن انت هتدمنيها، وهتعملي بعد كده المقدار اللي بعده كيلو من الدقيق، لأنك هتلاقي نفسك وأولادك رايحين جايين رايحين جايين كده عليها، هتخلصوها وتنسفوها في نفس اليوم. شايفين الجمال والطعامة؟ احلى حاجه انا كل شويه بحط لك ايدي عليها عشان اوريكي قد ايه هي طريه وهشه ولذيذه جدا. تعالوا نشوفها من جوه. عايزه اقول لك ان اللون الذهبي القمر اللي انت شايفاه ده من غير ولا نقطه بيض، من غير اي حاجه على الوش، ده لون العجينه بس والتسويه بتاعتها. يعني انا ما عملتش اي حاجه عشان اوصلها للون الذهبي القمر ده. يلا بينا على الطريقه ونبطل رغي كتير. اول حاجه معايا هنا كوبايه ومعلقه من الميه الدافيه. يعني انا حطيت كوبايه من الميه الدافيه وعليها كمان معلقه كبيره من الميه الدافيه. هنستخدم نوع خميره يكون حلو. هستخدم النهارده معلقه كبيره من الخميره. المقدار اللي انا هعمله النهارده ده لنص كيلو من الدقيق. هاخد كمان 5 معالق كبار من السكر. لو انت هتاكليها حاف هتبقى حلوه قوي طعم السكر فيها. لو حابه بقى تغمسي بيها وتستخدميها حلو وحادق، تحشي فيها بقى مربى، تغمسي فيها تاكليها باللانشون، يبقى حطي 3 معالق كبار من السكر، هيبقوا حلوين جدا. قلبت كويس قوي الخميره مع الميه الدافيه والسكر، وبعد كده نزلت عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه. بس كده بس كده، دي مكونات الجافه. هحط بس حاجات كده عشان خاطر اطعم الموضوع. ربع معلقه صغيره من الفانيليا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين، ورشه صغننه كده من الملح، وبس كده. بس كده، مفيش ابسط من كده. هننزل بقى بالكميه بتاعتنا بتاعت الدقيق، نص كيلو من الدقيق انزلي بيهم مره واحده. خلي قلبك جامد، ما تقلقيش. هي اصلا العجينه بتبقى طريه لان السمنه بتخليها مهشهشه وطريه ولذيذه. عايزه اقول لك ان اللون الذهبي القمر اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده بسبب انها معجونه بالسمنه. كل ما تزودي السكر، يعني لو انت عملتيها النهارده زي ما انا عملتها ب5 معالق من السكر، هتاخدي لون الوش حلو قوي، لان السكر بيساعد على ان العجينه تاخد لون. شايفين في الاول كده هبدا الم العجينه. عايزه اقول لكم انا ما بحبش حوار الجوانتيات ده، بس انا بلبسه بس عشان خاطر التصوير، لكن انا بحب اعجن العجينه بايدي واحس بملمسها بايدي. في الاول كده اول ما تبداي تعجنيها هتلاقي العجينه بتلزق جامد جدا معاكي. اوعي تقلقي ولا تتوتري ولا حتى تزودي دقيق. هو ده القوام المناسب. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل قشطه طريه او نواعم طريه، او في ناس بتسميها قرص طريه، فلازم تكون طريه جدا. شايفين هنا بعد ما عجنتها 10 دقايق، مهم قوي تعجنيها 10 دقايق وتطمني ان العجينه فكت من كل الجناب، هتلاقيها لمت معاكي وبقت حلوه وزي الفل. زي ما شفتوها في اول الفيديو كانت بتلزق شويه صغيرين، دلوقتي في اول العجن اقصد، دلوقتي بقت متماسكه وجميله. انا هركن العجينه دي تستريح 10 دقايق. 10 دقايق، ايوه زي ما قلت لك كده 10 دقايق بس. انا مش هسيب العجينه تخمر، احنا هنشكلها على طول بعد ما احنا عجناها ب10 دقايق. هبدا بقى ايه، اكور كور صغيره. كوريها بقى زي ما انت عايزه. هل المقاس صغير؟ كل ما كانت صغيره كل ما كانت احلى. مقاس الكرة، لو انت عندك ميزان وحابة تعرفي مقاس الكرة قد ايه بالظبط، مقاس الكرة حوالي 25 جرام. لكن انت ممكن تعمليها بالعين بالويم بايدك كده وانت عارفة المقاس قد ايه. كرة صغننة كده يا دوبك بتاخدي حتة من العجينة وتكوريها زي ما انتم شايفين. اهم حاجة وانت بتاخدي من العجينة وتكوري، تغطي العجينة. مهم قوي في كل خطواتك تغطي العجين. ليه؟ عشان السمنة بتاعتنا ما تنشفش وش العجينة وتعمل عليها وش. وهتجيبي واحدة من الكور اللي احنا عملناها دي، تبدأي تبططيها كده بس تبطيطة خفيفة. يعني انا بططتها بزيادة. لو انت عايزاها منفوشة شوية صغيرين، لا ما تبططيش كتير، بططي حاجة بسيطة خالص. وبعد كده هنحطها في صاج. الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا مش مدهونه اي حاجه خالص. مهم قوي ان احنا نشكل بسرعه ونحط فيه
الصينيه بتاعتنا ونغطي الصينيه بفوطه، وكمان اللي احنا شغالين فيهم برضو نغطيهم بفوطه. ليه؟ عشان احنا مش عايزينها تعمل وش وتنشف معانا. زي ما قلت لكم كده، عايزه اقول لكم الكميه دي عملت صاجين مليانين، كميه كبيره مش صغيره. لو عملتي كيلو من دي هتلاقيه بيرمي معاكي ما شاء الله. وهي اصلا دلوقتي بقت سعرها غالي في الافران. اعمليها في البيت بقى، ووفري على بيتك واسرتك ودلعي اولادك. زي ما انتم شايفين حلوه قوي، تنفع معاكم في مصايف، في لانش بوكس، تنفع معاكم في فطار خفيف، فطار سريع، عشاء خفيف، تعبانه ومش قادره تعملي حاجه او فطار، ياخدوها من العلبه على طول ويقوموا واكلينها، مش هتاخد منهم وقت. انا بعد ما شكلتها وغطيت الصيغان بتاعتي هسيبها متغطيه باكياس وفوطه حوالي نص ساعه. مهم قوي ان انت تسيبيها متغطيه نص ساعه. وبعد كده بتسخني الفرن على اعلى درجه وبتدخليها في الرف الوسطاني. بتاخد قد ايه؟ بنولع عليها من تحت بس الاول. بتاخد حوالي من 10 دقايق ل 15 دقيقه على حسب نوع الفرن بتاعك. وبعد كده بتولعي عليها دقيقتين الشوايه. زي ما انتم شايفين كده، مهم قوي اول ما تطلع وهي سخنه هنسيبها على الصاج، نغطيها بكيس نايلون نكون فاتحينه يعني، وفوطه نظيفه. ليه؟ علشان خاطر تفضل طريه معانا ومهششه. منين ما تمسكيها وتحطي ايدك عليها كده تبقى عامله زي السفنجه او القطنه، بتنفش معاكي على طول. لو انتي عرضتيها للهواء اول ما تطلع من الفرن هتلاقيها ناشفه ومقدده. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا قلت لكم ان انا فردتها شويه بزياده. لو انتي حابه المقاس يبقى منفوش شويه صغيرين، او عايزه تعمليها تحشي بيها، مش هتبططيها جامد، هتسيبيها كورة زي ما هي، او يا دوبك تبططيها تبطيطة خفيفة. ودي كانت فيديو النهاردة، عملنا مع بعض ايه؟ قشطة الافران. طبعا مفيش اسهل ولا اطعم من كده، سهلة وسريعة ولذيذة جدا. تقدري تقدميها مع كوباية الشاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو كملتي معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تعملي لي لايك القمر، وهسيبلك برضو مجموعة من الفيديوهات في اخر الفيديو لبعض المخبوزات. لو عجبك حاجة منها ممكن تتفرجي عليها. وكمان في فيديوهات هتظهر لك من اول الفيديو لاخره كده فوق، ممكن تدوسي عليها لو حابه تتفرجي على معجنات ووصفات احلى. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هستنى اراءكم وتعليقاتكم. ما تنسونيش في اللايك الاول. شكرا لكم على المشاهده، وانتظروني في وصفات اخرى.